بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن عرفه الله الحق وجب عليه أن يتوب إلى ربه، وأن يصلح ما أفسد، وأن يبين ما أخفى. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وموضوع اليوم فإنما هو بيان لشباب الألتراس ونصيحة لهم. وقد سبقت أن تكلمت في فيديو سابق عن مفاسد الألتراس من دعوة إلى العنف والكراهية والتحريض وغير ذلك، وقد أقر الكثير من الشباب بوجود هذه الأمور التي تنافي دين الإسلام، ورأوا بأن الحل للخروج من كل هذا هو أن تصبح كل جماعات الألتراس أو مجموعات الألتراس إسلامية. وهذا خطأ كبير. كيف تكون إسلامية وهي ألتراس؟ هذا جمع بين النقيضين. هل تعرف يا أخي ما معنى الألتراس؟ هل تعرف من أين أتت؟ ما أصلها؟ وما قواعدها؟ ومن يستغلها؟ وما موقف الشرع من ذلك؟ إذا عرفت هذا حصلت حتما على الجواب. أولا، ما معنى الألتراس؟ الألتراس هي كلمة لاتينية تعني الشيء الفارق أو الخارق للعادة، وإذا قصدنا بها العضو فتعني المتطرف الذي لا يخضع لحكم. أما المسلم فيخضع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واللاتينية هي لغة إيطاليقية اشتهرت بها إمبراطورية الروم عامة والإغريق خاصة، الذين اشتهروا بشركياتهم وخرافاتهم وآلهتهم الباطلة، كما اشتهروا بكرههم للإسلام، ولا زالوا يكرهونه ويحاربونه سائرين على نهج أجدادهم الكفار. وكل ما يحدث اليوم في بلاد المسلمين فمن مخططاتهم التي نجحوا فيها عبر إنشاء ما يسمى بالماسونية. والماسونية مؤسسة باطنية دينها دين الشيطان، تسعى إلى الفساد في الأرض، إلى نشر الإلحاد والشذوذ الجنسي وإحداث الثورات وتدمير الإسلام ومبادئه، مستغلة كل الأمور أو كل المجالات التي تتواجد في مشارق العالم ومغاربه حتى تتحكم في العالم بأسره، مستهدفة العقول لا الأجساد، فخربت العقول. ومن بين هذه المجالات الرسوم المتحركة، الموسيقى، الأفلام، وكرة القدم التي تدخل فيها الألتراس، حيث بثت فيها أفكارها وعقائدها. فهذه هي الألتراس دون صراعات أو عراكات أو مناوشات أو سرقات أو تأخير للصلاة. لو أحب الإنسان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء قولا وعملا وحمى دينه لاستخلفه الله في الأرض، ولشرح صدره، ولأحياه حياة طيبة. لو كان الإنسان كذلك لما سمح بإحداث ثورة في بلدان المسلمين طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه علاقة الماسونية بالألتراس. أولا، من مبادئ الألتراس أنه على كل فرد أن يحب الفريق والمجموعة أشد الحب، وأن يحمي ما يسمى بالباش حتى لا يضيع، لأنه إذا ضاع شرف المجموعة وأصبحت لا تساوي شيئا والأعضاء كذلك. أما في الإسلام فعلى المسلم أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشد الحب، وأن يحمي دينه حتى لا يضيع، لأن فقدان الشرف لا يكون بضياع قطعة ثوب، بل يكون بضياع الدين. ثانيا، من مبادئ الألتراس أنه يجب على كل عضو أن يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الفريق والمجموعة، أن يحل أينما حل وارتحل، وأن يشجعه أينما ذهب، وأن يبقى وفيا حتى الموت. أما المسلم فيضحي بالغالي والنفيس في سبيل الله، يعبد الله أينما ذهب، ويذكره حتى لا يزال لسانه رطبا من ذكره، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يعبد الله حتى يأتيه اليقين، أي الموت. ومن مبادئ الألتراس الدعوة إلى الحرية. الحرية شعار الماسونية. هذا الشعار كان له دور كبير في إحداث مخطط الفوضى الخلاق لأمريكا، الذي كان عبر إحداث ثورات في بلاد المسلمين ليتم تفكيكها. وكما هو معلوم في تونس ومصر كان للألتراس دور كبير في إحداث الثورة، بل كانت الثورة حلم من أحلام الألتراس كما ذكروا في أغانيهم. ومن شعارات الألتراس الماسونية No one can stop ultra، بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يوقف الألتراس. من شعاراتهم أيضا Libertà per gli ultra، الحرية للألتراس،
إضافة إلى رمز الشيوعية والإلحاد تشي جيفارا. وأخيرا أنصح كل من ابتلي بهذا الفكر أن يتوب إلى الله عز وجل. دعوكم من وساوس الشيطان، من قول ضحيت بالغالي والنفيس من أجل الفريق، أو أحببته وأنا صغير، أو قول أن الأجداد تركوه لي وأوصوني عليه. هذه فقط شبهات من شبهات الشيطان. والله إن تركه لخير لك في دينك ودنياك، خير لك في قبرك، خير لك يوم تقف أمام ربك ويسألك عن عمرك فيما أفنيته ومالك فيما أنفقته. فأعدوا للسؤال جوابا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.